ازيكم؟ كل سنة وانتم طيبين. المرة دي بنسأل نفسنا، يا ترى احنا ولادنا بنخليهم ياخدوا رمضان وياخدوا ان هم صيام بالنسبة لهم. الحقيقة ان موضوع الصيام ده محتاجين فيه شوية فكر. الولاد الصغيرة اللي هي الكي جي مبدئيا دول مش صايمين خالص، يعني الكي جي لحد سن 7 سنين ده أطفال مش المفروض إنها تكون بتصوم، أو تكون بتصوم لو هنتكلم على ساعتين 3 هم دول اللي فيهم الصيام لمدة صغيرة جدا. ده لو اللي هو لحد سن 7 سنين. فوق سن 7 سنين الموضوع هنا ما بين 7 سنين لحد 11 و12 سنة. الوقت ده كله على فكرة يا جماعة احنا بندي بسؤال للطالب: هل تحب تصوم معانا؟ نسأله: هل الطالب انت محب انك تصوم؟ لو محب ان هم يصوم نبتدي نديله فيها، ندخلها له بعدد معين من الساعات. مثلا يفطروا الصبح وبعدين يبقى اوف لحد ما يرجعوا من المدرسة، وما يرجعوا من المدرسة ياكلوا ويكملوا باقي يومهم ياكلوا، لان هم كده اخدوا اوف عليهم طول وقت المدرسة اللي احنا فيه، من الساعة 8 الصبح لحد الساعة 2. فده وقت يعني كافي جدا جدا لولاد في السن، زي ما بقول سن 7 سنين لحد 10 11 سنة. السن ده زي ما اتفقنا هيبقى بس الطالب بنديله الحاجة في وقت محدد، اللي هو وقت الصيام بتاع وقت المدرسة. فوق سن 11 و 12 سنة احنا برضو بنفضل نسأل الطالب. يعني طول الوقت انا مش المفروض عندي ان انا ادخل على الطالب انه لا بص انت المفروض انت تصوم والصيام ده اساسي والصيام ده لا لا يا جماعة، هو احنا بنسألهم. اوكي، بنسألهم. ده الشيء المهم جدا جدا انه يتعامل مع الطلبة من اول كي جي اب لحد كبير. كل سنة انا محتاجة اسأله: هو تحب تصوم او مش تحب تصوم؟ او تحب تصوم بعض الوقت وبعض من الوقت لا ناكل فيه. وبالعكس على فكرة احنا السن اللي هو من 7 سنين ل10 سنين احنا نزق فيهم على فكرة لا ان هم يقضوا وقت صيام وباقي ياكلوا. يعني احنا بالعكس، يعني ندفع عليهم ان هم ياكلوا في الوقت اللي هو من بعد رجوعهم للبيت، ان هو لا خلاص احنا كلنا بناكل. اوكي، فأتمنى ان ده ينفع عليكم كل الولاد.